بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابنا وأصدقائنا اللي بيسمعوا القصص، احنا اتفقنا من الأول إن أغلب قصصنا حقيقية. ولما جينا اخترنا اسم قناة الشاهد دي، لا نأتي بقصة إلا إن احنا نسمع مصدرها الأولاني ونشوف صاحبها بيقول إيه. وكنا بدأنا قصة تتكلم عن عالم البرزخ، لأن أصول إن الإنسان دايما بيفكر إيه اللي بيحصل بعد الموت، وده لغز بعض الناس كتير جدا، وكل خايف من الموت عشان كده، إنه مش عارف إيه اللي بعد الموت. فبنحاول نخرج بره عالم الدنيا المحسوس اللي كله مشاكل وتعب، ونسبح شوية في عالم ما بعد الموت بقصص حقيقية بيرويها أصحابها شافوا إيه لما انفصلوا عن حياتنا، عن الواقع بتاعنا الضيق قوي اللي كله ماديات. النهاردة ضابط طيار عراقي هو بطل القصة بتاعتنا سنة 65. وكانت في سنة 65 والستينات كان في انقلابات عسكرية كتيرة في العراق يعني. فحدث إن الضابط ده الطيار اتقبض عليه في إحدى الانقلابات العسكرية، واترمى في السجن مدة حبس انفرادي. فبيقول إن هو اسمه فهد السعدون على فكرة يعني. هذا الضابط بيقول إن أنا قعد سنة حبس انفرادي. حبس انفرادي يعني السنة لوحده في غرفة مترين في متر ونص مثلا، وغالبا بتكون ضلمة. فتخيل معايا لو إنسان استمر 12 شهر في حبس انفرادي لوحده في غرفة متر ونص عرض في مترين طول بس، أكيد هيتعب نفسيا وينهار نفسيا. فبدأ يجيله إحباط إن هو محدش بيكلمه وما بيشوفش حد. ففكر فهد ده في إنه ينتحر. وأغلب الناس اللي بتحبس انفرادي بيجيلها اكتئاب، والاكتئاب يؤدي إلى الانتحار، يعني خلاص بقى زهق من دنيته. فقدر يجمع كام مادة فاسدة كده من حبوب بقى مسمى، مواد غذائية حمضة فاسدة كان محتوى فيها في الزنزانة بتاعته، لغاية ما جمع مادة كبير جدا من الحاجات المسممة دي كلها وتناولها بغرض الانتحار. يبقى كده السجين الطيار اللي مسجون في العراق سنة 65، سنة بعد سنة انفرادي جاله إحباط ففكر إن هو ينتحر. فشرب المادة السامة ديت بغرض إن هو يموت يعني. ولما شرب المادة ديت بيقول إن هو كان نايم على سرير في زنزانة، ففجأة لقى نفسه جسمين، صورتين، شكلين. شكل نايم وقع من على السرير إلى أرض الزنزانة، والنسخة التانية أو فهد التاني صعد إلى سقف الزنزانة واخترق السقف بتاع السجن كله، وأصبح يطيف أو يطير أو يتجول في سماء بغداد. حتى بيقول يعني أنا مستغرب، خفيف جدا، بصعد لأعلى بسرعة عمودية، حتى إنه وصل فوق السحاب، وإن الشمس مش بتأذيه حرارتها، بالعكس الشمس لطيفة جدا. وبدأ يطير بخط الأعلى الأعلى الأعلى، ويشعر بسعادة بخفة حركة، إنه مستريح نفسيا جدا، مش زعلان، مش خايف. وقلنا قبل كده إن كل اللي بيغادروا جسمهم بيفرقوا الحياة بيفرحوا، لأن النفس البشرية محبوسة في هذا الجسد اللي مخلوق من الطين، وقدراتها محدودة. فما بتصدق النفس تتفك أو تخرج من الجسد ده وتسبح في عالم واسع، عالم ما فيهوش بقى ماديات، ما فيهوش مسؤوليات، ما فيهوش قيود. فدايما الإنسان المحبوس أول ما يخرج لمكان أوسع على طول بيبقى مبسوط يعني. ففهد كده تحرر من الجسد اللي في زنزانة سجن بغداد، ونفسه بدأت تطوف إلى العالم العلوي، وتبدأ بقى تقابل مخلوقات تانية، وهيفكرنا شفرة الزمن عندنا والزمن عندهم. فضل فهد وبعد ما وصل للسحاب بيبص قدامه كده، شاف اتنين على مرمى بصره كده لابسين أبيض. هو بيميز بس إن هم بشر، في صورة بشر، لكن هو لما شافش رجليهم ولا شاف وشهم، لكن هيئة ظل إنسان أبيض كأنه خيال يعني، لابس أبيض في أبيض، وهما اتنين بالمنظر ده واقفين. فندهوله إنه يقرب منهم. ما كانش فيه طبعا لغة لسان، لا هي لغة تخاطر
ان هو فهم بعقله ان هم بيقولوا تعالى. فلما قرب منهم سأل واحد منهم، سأله قال له طب انت انتحرت ليه يا فهد؟ قال له انا انتحرت عشان تعبت، بقالي سنة حبس انفرادي، ما قدرتش اتحمل وما قدرتش ان انا، الوحدة وحشة وصعبة فانتحرت. وسكت بقى فهد وحط وشه في الارض. فالتاني قال له احنا عافينا عنك وسامحناك وهنرجعك للعالم الماضي. ففهم فهد كده انهم هيرجعوا عالم الارض، وقالوا احنا هنفهمك ليه عافينا عنك وليه سامحناك. فتخيل يعني الانسان انتحر وكأن الملائكة بتسأله انت انتحرت ليه؟ قال لهم قدرتي ضعفت او ضعفت، مش قادر استحمل سنة حبس انفرادي فقررت ان أنا انتحر. فقالوا احنا هنعفو عنك وهنرجعك للعالم الماضي. يعني كأن الدنيا بتاعتنا دي كلها عند ربنا وعند الملائكة كانت كانت الدنيا يعني عالم الماضي. واحنا قلنا ان الحوار بتاع النهارده ده هيريح ناس كتير قوي لو بيفكروا، لو عايزين يعرفوا الازمان بتحسب ازاي في الابعاد التانية دي كلها، وازاي اللي غيب بقى ومش غيب بقى، واللي يعترض واللي يزعل. لا انا بحب حكايه العقل والتفكير. وزي ما قلنا قبل كده ان ربنا عز وجل ميز الانسان ده عن كل المخلوقات بالعقل. العقل ده جوهره نعمه ربنا انعمها على الانسان وهيحاسبه عليها. فتخيل يبقى عندك جوهره وانت مش بتستخدمها. ففكر وابحث ودور، هتلاقي متعة التفكير ومتعة التعليم ومتعة العلم متعة جميلة جدا نتمتع بيها ونسأل ونبحث. ففهد بقى احتار، طب هو عمل ايه عشان هما يعفوا عنه ويسامحوه رغم ان هو حاول الانتحار؟ فبص تحت، هو واقف فوق السحاب مع الاتنين اللي هو مش عارفهم يعني. قالوا بص كده تحت. ففهد بيبص لتحت كده لاقي بقى الطيارة بتاعته اللي كان راكبها من سنتين مثلا في العراق. خد بالك ان انت بتتكلم عن رجل جيش، ورجل الجيش دايما بيتدرب تبقى معلوماته سليمة وصحيحة وافكاره مترتبة، ومش اي حد يضحك عليه، مش اي حد يخدعه. ففضل فهد مندهش، يعني هيشوف ايه تاني في الطيارة؟ وما سامحوا، قالوا احنا عافينا عنك ومش هنعاقبك لما حاولت الانتحار. فوروا له صورة كده تحت، هو بص في الارض واقف على السحاب وبص تحت، شاف الطيارة بتاعته لما جاله امر من القائد بتاعه ان يضرب الاكراد. فبيقول الفهد لما خدت الطيارة عشان اضرب الاكراد سنة 65، شفت تحت 400 مدني، اطفال نساء رجال ما لهمش في الحرب. ففهد السعدون رفض انه ينفذ الامر ويضرب المدنيين دول او الاهالي بالقنابل. فقال له يا فندم انا منسحب، مش هنفذ الامر. خد بالك بقى، هنا بقى هو صعب عليه الناس الغلابه اللي هم يضربوا بالقنابل. فالضابط قال له خلاص هنعفيك انت، وانسحب بالطياره بتاعته. فكأن المعامله من جنس الجزاء من جنس العمل. هو لما زمان فهد ده من سنتين ما رضاش يضرب الناس الغلابه بالطياره بتاعته بالقنابل، فكأن الملائكه او يعني القدر مثلا يعني زي ما انت عفيت عن الناس دي احنا هنعفو عنك. وبدأ فهم ان هو كده المقابل، يعني خد المقابل بتاعه. فقالوا احنا هنوريك انت كده رقم 13. الاتنين الملائكة اللي بيتكلموا له مش شايف وشهم بس مخلوقات نورانية. فقالوا معايا 13 يعني. قالوا بص كده الناحية التانية، بص ما شافش غير 3 وشوش. بيقول ان هو ال3 وشوش اللي شافهم دول في السماء منهم عبد السلام عارف، ده رئيس عراقي، ومنهم الرئيس محمد نجيب. ودي كانت مفاجأة. يعني معنى الكلام انا يعني كان نفسي يديله معلومات اكتر من كده. ليه شاف ال3 دول؟ انا كده قلت 2 صح. عبد السلام عارف احنا عارفينه، والشخصية التانية محمد نجيب، والشخصية التالتة انا ناسي اسمها دلوقتي، هنحاول نفتكر اسمها بعد شوية. المهم يعني بقت موقف غريب ان شاف رؤساء سابقين. هل ده معناه ايه بقى؟ فكده الاحداث بدأت تاخد منحنى تاني خالص. واللي قلت لك القصة حقيقية 100%. يبقى كده فهد لما حاول الانتحار ونفسه خرجت من الجسد وطافت في العالم الآخر، خلي بالك بقى، شافت 3 وجوه رجال من ضمن 11 13 زي ما الملائكة ما قالوا له،
شاف عبد السلام عارف ومحمد نجيب وعبد اللطيف الدراج. انا اعرف بس محمد نجيب واعرف عبد السلام عارف، لكن الشخصيه الثالثه دي ما عنديش اي معلومات عنها، لكن ده في مغزى برضو جميل جدا. فقال لهم يعني مين دول وانا بشوفهم ليه؟ قالوا دول بعد يومين هيجوا هنا. وكان محمد نجيب عايش ساعتها ما ماتش، بس الملائكه قالوا ان وعبد السلام عارف كان لسه عايش. قالوا دول لما هيجوا لك بعد يومين. شوف بقى فرق التوقيت بقى، اليومين عندهم تفرق في كام سنه عندنا. فقال لهم التلاتة دول انا مش عارفهم، يعني مين محمد نجيب وعبد السلام عارف، يعني عاوزين ايه؟ قالوا دول ما هيلحقوا هيجوا هنا بعد يومين وانت هتيجي بعدهم. فقال لهم خلاص. قالوا طب انت عندك اسئله؟ شوف بقى فهد السعدوني هيسال الملائكه ايه. قال لهم الزمن عندكم زمن زي عندنا زمن، ولا الزمن بيأثر فيكم؟ قالوا لا، الزمن مش بيأثر فينا، احنا مش بيأثر فينا. هو مش فاهم يعني ايه الزمن مش بيأثر فيهم يعني. فقالوا له طب بص كده تحت. فبص كده تحت لقى ايه؟ لقى لحظة ولادته هو، شايف والدته لما كانت في العراق بتولد والدكتور، وشايف صورة منه صغيرة جدا في ايد الدكتور والدكتور مخرجه من رحم امه. وبعدين شايف شريط حياته كلها. وانت عندك كام سنة؟ قال له انا عندي 30 سنة. طب بص كده. ففهد شاف حياته من اول يوم ما اتولد لغاية هيعيش كام سنة وهيموت امتى. فقالوا شفت بقى الزمن مش بيأثر فينا، الزمن ده بيأثر فيكم انتم. فالجملة دي جميلة جدا. يعني انت متخيل ان العالم بتاعنا اللي انت عايش فيه ده ليه قانون اسمه الزمن، ليه بعد اسمه الزمن. لكن لما نخرج بره هذا العالم بتاعنا مفيش زمن، مفيش بكرة عندهم، مفيش امبارح. مش كده بيسموا العالم بتاعنا العالم الماضي. فبيسألهم يعني قالوا انت عشت كام سنة في لغاية دلوقتي؟ لما قلنا قال لهم 30 سنة. قالوا طب انت لما شفت قصة حياتك كلها دلوقتي على الفيلم ده، او اللي انت متخيل انه فيلم، خايف معاك قد ايه؟ قال لهم يعني 1/10 من الثانية. قالوا هو ده بقى نسبة الزمن عندنا لعندكم. خد بالك الحوار في معلومات. يعني الزمن عندهم الثانية عندهم في عالم البرزخ بقى في عالم الملكوت ما يساوي 300 سنة أرضية. قالوا شفت بقى الزمن مش بيأثر فينا. عندك أسئلة تانية يا فهد؟ والله كان حوار جميل جدا وقصة رائعة، بس عايزة واحد يعني يستوعب الكلام. فبيسأله في دي وضغطوا، يعني شاوروا كده لتحت. نزل بيقول نزلت الزنزانة ودخلت جسدي، ودكاترة ضباط جم دخلوا الزنزانة خدوه ودوه المستشفى. وكان عايش. أنا آخر لقاء شفته مثلا كان من 3 سنين. فهد ده ما شفتوش موقع شخصيا يعني، بس الراجل عايش الحمد لله. فأتمنى تكون القصة جاوبت على بعض الأسئلة عندكم، ونتمنى نشوف التعليقات أو الأسئلة الزيادة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قصة أخرى من عالم ما بعد الموت.